مش عايزة غيرك من الدنيا، ولو في أمنية بتمناها في حياتي فهي إنك تفضل معايا طول العمر، متسيبنيش. مهما شفت مش هشوف أحسن منك، ومهما قابلت مش هيكون على بالي غيرك. كل عام وانت حبيبي، كل عام وانت بخير، كل عام وانت نصيبي مهما في الدنيا يصير. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ بكره يا بنات عيد الفالنتين. انا ما جبتش حاجه لجوزي، فحبيت اني اعمل له هديه في البيت. البرطمان ده انتوا اكيد شفتوه يا بنات قبل كده، اسمه برطمان السعاده. انا نقيت اصغر حاجه عندي، هو ده حلو قوي. وجبت بقى اي حاجه عندي في البيت. ورق ده كان عندي، كنت جايبه 5 ورقات منه بجنيه. وجبت بقى الوان، اي الوان، قلم ده بريت اللي هو بيلزق. جبت اكلادور احمر، دي الوان اللي هي فيها برونز دي. طبعا معاكي مسدس الشمع. هنبتدي بقى يا بنات نقطع الورق. انا هقطعه وهعمله معاكم. هنكتب بقى فيه كلمات حب، كلمات مواقف حصلت بينك وبينه، اي حاجة حلوة تكتبيها في الورق. وهنلفها ونربطها بأي حاجة عندنا، ونحطها في قلب البرطمان، ونزين البرطمان من بره ومن جوه، تبقى هدية حلوة قوي. تعالوا بقى نعملها مع بعض. هبتدي بقى يا بنات الاول حاجة بالغطا، هلونه بالاكلادور اللي معايا كده يا بنات. انا لونت اهو الغطا بالاكلادور. هسيبه بقى لما ينشف عقبال ما نكمل بقية الحاجات بتاعة البرطمان. وبعد كده يا بنات هنقص الورق الالوانات اللي احنا عايزينها لشرايح زي كده، وبعدين هنقصها مربعات كده بحيث انك تكتبي فيها العبارات اللي انت عايزاها بقى. تمام، انا هقصصهم كلهم بنفس الطريقة برضه. اهو يا بنات قصقصتهم كلهم، مخدوش في ايدي دقيقة بالظبط واقل كمان، لانك بتحطيهم كلهم على بعض مرة واحدة بتروحي تكتك على طول. لو مش عايزة مثلا ممكن تخلي ورقتين بس، بحيث انك تخلي المستطيل بتاعهم طويل عشان لو هتكتبي فيه كذا حاجة فوق بعض، والباقي كله عادي مقاس واحد مفيش مشكلة. تمام، وهنربطهم بقى بايه بعد ما نخلص كتابة ان شاء الله. انا لقيت البتاع ده عندي تقريبا، ده كان السباك اللي كان بيعمل لي الحمام كان مستخدمه. انتي بقى استخدميه اي حاجة عندك، حتى لو خيط عادي، اي حاجة عندك هنربط بيها. تمام. بصوا يا بنات، انا قطعتهم كلهم بالطريقة دي، كتبت بقى فيهم عبارات تفكرنا بحاجات يعني تبع بعض. مليت البرطمان كله اهو بنفس الطريقة. هلفهم بقى كلهم يا بنات بنفس الطريقة دي، وكده البرطمان بتاعنا خلص. لأنك معايا مش عايزة غيرك من الدنيا.